إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قال جلال الدين الرومي واصفا ومبينا ما يفعله الحب في النفس الإنسانية من سمو وكمال: إن الحب يحول المر حلوا، والتراب كبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة. وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر. إن الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي في الأجواء ليصل من الثرى إلى الثريا. وإذا سرى هذا الحب في الجبال الراسيات ترنمت طربا. يقول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. عمروا به قلوبكم، وعمروا به بيوتكم، فقراءة القرآن عبادة مثل سائر العبادات، وهي من أعظم الذكر، لأن القرآن كلام الله. وكثرة القراءة تولد عند المسلم راحة في النفس وطمأنينة في القلب. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. فحمدت الله تعالى ورفعت يدي إلى السماء وقلت: وعزتك وجلالك لن أعصيك بعد اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا صباح الورد وصباح الافراح وصباح السعادة على عيونكم يا احلى متابعين. حبيت تشاركونا الفيديو النهارده، وده كده عشاء عروستنا. وطبعا جارتنا اتصلت عليا وقصداني ان انا اساعدها في عشاء العروسه، وطبعا ما اقدرش اتاخر عنها. سبت كل اللي ورايا وسبت اللي بعمله ورحت علشان اساعدها. كل اللي عملته بس في الاول هو ان انا فطرت الطيور طبعا عشان الجو حر، والميه والاكل وكده، وسقيت الزرع، ونزلت بقى كده على السريع شفت ورايا ايه في الشقه، ورحت بقى علشان اساعدها. وطبعا حبيب ما كنتش ناويه ان انا اصور والله، لكن هي قالت لي لا صوري وبراحتك. طبعا خدت بس كده مقتطفات من الغداء او من العشاء اللي احنا عاملينه. عملنا هنا ايه حبايبي؟ عملنا جلاش، صينيه جلاش رول، وصينيه جلاش عاديه خالص وادي صينيتين مكرونه حاطين كده على وشهم بقى كده سمنه بلدي وبيض. خدت بس كده مقتطفات عشان اللي عايز يعمل عشاء عروسه يبقى عنده افكار، او عنده يعني طبعا كل واحد براحته وكل واحد زي ما هو عايز. هنا برضو ادي الكفته اهيت بصبعها. عملت هنا ايه؟ الكفته وعليها حته من الدهنه او حته من الليه. وطبعا حبيبي لو ما عندكوش ليه او دهنه بتحطي قطعه زبده، قطعه سمنه بلدي برضو مع اللحم. وبنحط ايه تاني؟ بنحط حبايبي معلقتين دقيق، معلقتين نشا، بتديها طراوه كده. النشا بتخليها برضو طريه وحلوه. اما الدقيق بيمتص اي حاجه يكون يعني لو فيها ميه تمتصها، لان طبعا احنا فرمنا هنا بصلتين وسط كده وحطيناهم عليها من غير ما نشيل الميه.
فالدقيق بتشرب لك الميه اللي بتبقى موجوده في الكفته. والبهارات بقى ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وبهارات الكفته، وتاكلي بقى كده يا حبايبي احلى كفته تبقى جميله. بنصبعها بقى هي دهن زيت بقى كده في الصينيه او دهن سمنه، وبعد كده بندخلها الفرن على نار عاليه، تطلع معاكي احلى كفته. وحطينا برضو هنا ايه معلقه بقدونس كده، بناخد الورق بس مش بناخد العيدان. طبعا الكفته لها اكتر من يعني طريقه وطريقه. عايزه تبشري حبات طماطم عليها حطي، عايزه تحطي بيضه واحده حطي، يعني لها طرق كتير قوي الكفته. على معلقه بقى كده او سيخ الكفته، اي حاجه متوفره عندك بتعملي بقى الكفته بتصبعي عليها الكفته. خدت لكم بس كده مقتطفات، يعني زي ما قلت لكم انا ما كنتش ناويه ان انا يعني اعمل اي حاجه ولا اقول يعني اصور اي حاجه، فهي قالت لي لا، ام العروسه قالت لي لا يعني صوري وبراحتك واللي انت عايزه تعمليه. فاخدت بقى كده على السريع يعني من اللي انا عايزه اعمله. انا طبعا كنت مستعجله وعايزه ان انا اروح واشوف ورايا ايه. ده كده يا حبيبي في التصويره اهو، ده كده في الفرن. حطينا بقى صينيتين المكرونه، وادي صينيه الكفته. شايفين بقى المكرونه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعد ايامها يا رب، ويسعدها كده ويخلي ايامها كلها فرح وسعاده وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى ايه حبايبي بنعمل رز الاصفر. الرز الاصفر بعمل هنا ايه، بحط بقى كده الماده الدهنيه وبحط بصلايه. طبعا انا قلت لها كنت عايزه ورق لورا وعيدان قرفه وكده، قالت لا مش بنستعمل الحاجات دي. قلت خلاص ما فيش اي مشكله خالص. شوحت بقى هنا حبايبي البصله، وحطيت برضو حبايه طماطم وجزر وقرن فلفل بقى كده، تشوحي ده كله كده مع بعض. الحاجات دي بتخلي بقى الرز كده يمتص من الخضار دوت، بيخلي الرز طعمه حلو. تقعد بقى تقلبي كده لحد ما الحاجات دي كلها تتسبك مع بعضها. طبعا لو بتحبي المنكهات بقى تحطي ورق لورا، عيدان قرفه، ليمون مجفف، الحاجات دي. انا بقى حابه اهو ادي الرز تغسليه ونحطه على طول. الرز البلد المصري بتاعنا الجميل. حطيت هنا ايه، حطيت هنا معلقه كركم، وحطيت الملح. طبعا هنسقيه شوربه، والشوربه فيها كل حاجه. مكعب مرق برضو كده عليها. شوحي بقى كده وقلبي الرز مع الخضار بقى مش عايزه اقولك بقى الريحه كانت عامله ايه من الخضار دوت، بيبقى طعمه جميل. طبعا في ناس بتعمله هو بس بالكركم بس كده والماده الدهنيه والرز. لا، حط بقى الخضار دوت، بصل مع طماطم مع جزر مع فلفل، يخليك بقى طعم الرز جميل. نسقيه بقى هنا من الشرب. ربنا كده يا رب يسعد كل العرايس، وعقبال يا رب كل حبايبنا بناتنا واخواتنا الصغيرين لسه ما اتجوزوش، عقبالهم كده يا رب ويفرحوا ويتهنوا، اللهم امين يا رب العالمين. ده كده حبيب الرز ده بلدي، بنخلي مسويه الرز هي مسويه الشوربه بالظبط. لكن الرز البسمتي بقى بياخد يعني ضعف ميه او ضعف شوربه. نظبط بقى الحدق، وتعالوا بقى كده عشان نحمر الحمام. طبعا الحمام عملت له بقى يعني خلطه كده جميله وحشوه كده جميله. شوحت الاول الكبد والقوانص، وبعد كده نزلت عليهم بالرز، ورحت جايه بقى حاطه البهارات، تحط قرفه، تحط ملح، فلفل اسود، السبع بهارات، وتشوح بقى ده كله كده مع بعضه. وتحط بقى كوبايتين ميه علشان طبعا تسوي الرز 3/4 سوا، عشان طبعا لو حطيتي نيه هيفرقع في لان طبعا الحمام ما بياخدش سوا. يعني الحمام يعني 45 دقيقه 40 دقيقه
وبتشيليه على طول من الشوربه. فلو الرز ني يبقى انت كده هتخلي بقى الحمام بتاعتك تتفتح. لكن شايفين حبيبي بسم الله ما شاء الله الحمام كله زي الورد اهوت، مفيش ولا حماميه اتفتحت خالص. ليه؟ بتسيبي بقى كده ساعه الا ربع وبتطلعي الحمام على طول، وبيكون الرز يعني داخل على سوا كده، وبتحشيه بقى لما يبرد، لان طبعا لو حشيتيه والرز سخن هتلاقي الحماميه تتفتح منك. بألف هنا وشفا يا رب لكل من اكل منه. وادي حبايبي ادي الجلاش بعد ما طلع من الفرن، وادي الكفته اهيت. وتعالوا بقى نشوف بقيه الاكل برضو. وادي المكرونه يا حبايبي، طبعا العروسه وحبايبها بقى كده اللي عايز يلبسوا في حاجه ياخدها برضو. وادي الحمام وادي الفراخ اهيت. واللي هنحمر بقى اللحمه ونحطها. طبعا سبتهم بقى كده وقلت سلام عليكم ومشيت على طول، هما بقى يرصوا حاجتهم براحتها، يحمروا اللحمه ويحطوا. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعقبال كل حبايبنا.